اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما شاء الله دي الفراخ الجميزة، وهنشوف بقى الفراخ البلدي اللي هي البياضة كمان، ودي الفراخ اللي هي على وش بيض، فما شاء الله. طبعا لو عملت الوصفة أو الخلطة الموفرة اللي احنا هنعملها كده حالا معاكم، طبعا مرتين في الأسبوع، هتخلي الفراخ معاكي ما شاء الله عليها، هتنتج معاكي إنتاج عالي جدا من البيض، وكمان هتخلي الفراخ عندها نشاط وحيوية كده ومناعة عالية. وده سر من أسرار طبعا المزارع للفراخ اللي هي بتبيض، فما شاء الله. يعني ما شاء الله الفراخ دي اللي هي الجميزة دي ربيتها كده من الأول خالص على بدايل الأعلاف وعلى الخلطات اللي هي الموفرة، وابتدت إن هي تكبر من غير تحصينات ومن غير أي أدوية، والبديل بالوصفات اللي بعملها ليهم وبالخلطة اللي هنشوفها مع بعض. عملتها قبل كده لدورة الفراخ اللي هي الكبيرة، وما شاء الله بتجيب نتيجة حلوة جدا، وخصوصا في فصل الشتاء، وتقدر ان انت تعملي منها يعني كمية وتشيلها عندك، وتستخدميها مرتين في الاسبوع للطيور، لكل الطيور سواء بط او فراخ، ايا كان الحاجة اللي انت بتربيها. يا ريت كده ما تبخلوش علينا من اللايك، عايزين نوصل الفيديو ده للايكات كتير جدا. هندخل بقى على الخلطة اللي هي الموفرة، واللي هي بتزود في الوزن وفي الحجم وفي زيادة انتاج البيض وفي كل حاجة. اللي في ايدي ده طبعا العيش ده شيء اساسي، سواء كان العيش اللي هو الناشف وهتوديه المدشة، او العيش طري عندك هتقطعيه قطع كده صغيرة خالص عشان الفراخ تاكله وما تبعتروش على الارض. وطبعا ده حتى الفول بتاع الطيور ده ناعم، علشان برضو الفراخ تعرف ان هي تاكله. يعني لو كل يوم حطيتي كده يعني اقل من ربع كيلو على الخلطة للفراخ مرة او مرتين كمان في الاسبوع، تكفي جدا. نسبة البروتين بتكون عالية فيه ومغذي جدا للبط وللفراخ. طبعا ابتديت ان انا بقلب كده الفول والعيش مع بعض، وكمان عليهم كان عندي برتقان، قشور برتقان اللي هو بالمقص كده، وحاولي انك انت تقطعها قطع صغيرة عشان الفراخ تعرف ان هي تلقطها وتاكلها. وطبعا معانا بقى المكون اللي هو الخطير اللي تقدري تحط له الطيور لرفع المناعة ولزيادة الوزن ولفتح الشهية ولمقاومة الأمراض، ولا غنى عنه في تربية كل أنواع الطيور. ده طبعا البنجر، انا طبخلهم كده البنجر، يعني ضربته في الخلاط وحطيته كده هو وكمان معاه الفلفل الاحمر ومعلقه من الشطه، وابتديت ان انا خدته غلوه كده وسبته لما برد خالص، وعبيته كده في علبه، وباخد منه مرتين في الاسبوع للطيور، سواء اللي هي لو عندك طيور لسه يعني من عمر 15 يوم، تقدري ان انت تاخدي منه معلقه كده وتروحي مقلباها على العلفه بتاعتك. ده طبعا بيرفع المناعه حلو جدا جدا. اللي انا بقطعه ده بقى عنوش البصل الاخضر، وده ولا غنى عنها للطيور، بتقوي المناعه برضو وبتفتح الشهيه. طبعا بتخلي الفراخ تاكل وانت واقفه كده، بينسفوا الاكل اللي انتوا بتحطوه لهم. وطبعا البرجر ده في رفع المناعة وفي زيادة الوزن وبيفتح الشهية، وحلو جدا. هتعمليه في علبة وهتسيبيه عندك، ويعني مرتين في الأسبوع، سواء يومين ورا بعض أو أول يوم في الأسبوع ومرة في آخر الأسبوع، هتاخدي كده على حسب بقى عدد الطيور عندك طيور أكتر من اللي هنشوفها كده في الفيديو، هتزودي الكمية. كل ما كانت الطيور حجمها عددها اكتر هتزودي، وهتحطيه للطيور، مش هتحتاجي لأي تحصينات علشان الشتاء، أو لأي حاجة لزيادة إنتاج البيض أو لزيادة وزن الطيور أو لرفع المناعة. ده حلو جدا، خزنيه واعمليه للطيور، فما شاء الله يعني. ده طبعا الفراخ اللي هي بتبيض، والفراخ اللي شفناها الفراخ الجميزة دي لسه يعني على وش بيض، فما شاء الله. طبعا اي خلطة تقدر انك انت توزعي بقى على الطيور كلها، سواء بط سواء فراخ. آه،
ده يعني خلطة يعتبر حلوة جدا، ووصفة ممتازة ممتازة للطيور. والشطة ده عارفين ان هي يعني معلقة الشطة اللي انا حطيتها عليهم يعتبر بتدفي جسم الطيور وبتخليهم ياكلوا. شايفين بقى الفراخ هجمة على الاكل ازاي. اهم حاجة طبعا ان الفراخ لما بتلاقي الطيور بتاعتك بتاكل قدامك تعرف ان هي سليمة، ما عندهاش اي امراض، ما فيش اي مشاكل. انما لو لقيت ان الفراخ كشة كده وما بتقربش على الاكل، ف بالتأكيد هيكون في مشكلة، وممكن تكون انت مش واخدة بالك. فطبعا الحاجات اللي بتكون يعني في الشتاء بيكون في خضار مفيد جدا للطيور. آه، سواء البصل، سواء الكرات، سواء البنجر اليومين دول موجود وتقدري انك انت تخزني منه على قد ما تقدري وتعمليه للطيور في الصيف. وتعمليه برضو في الشتاء اليومين دول، وممكن تبشريه كمان، مش تحتاجي انك انت ايه آه، تطبخيه لهم يعني. لا، ممكن تبشريه وتحطيه على الاكل. انا نزلت كمان فيديو قبل كده للطريقة اللي انت تستخدميه بيها وهو مبشور. فما شاء الله يعني. انا بحب دايما ان انا يعني اشتغل للطيور بتاعتي بالوصفات وبالخلطات اللي هي من البيت، منها بتكون موفرة يعني موفرة للعلف، وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله بتجيب نتيجة حلوة جدا جدا معاهم. طبعا ده بالاضافة بقى لايه لوسع المكان اللي انت بتحط الطيور فيه، للشمس يعني الشمس بتكون اليوم اللي بتكون طالعة فيه حلوة كده. تحاولي انك انت لو حاطة الفراخ في مكان مقفول تفتحها عليهم وتخليهم كده يتنشطوا من الشمس، وتنضفي لهم باستمرار، وترشي لهم الجير المطفي في المكان برضو. فما شاء الله يعني. طبعا الفراخ مش عايزة تسيب الأكل خالص. الخلطة دي ما شاء الله بتعجب أي طيور. بتكون فيها كل العناصر الغذائية اللي الطيور محتاجاها، وبتخلي كمان يعني ما شاء الله ريش الطيور كده بيلمع عليها، لأن هي دي الطريقة الصحيحة اللي أنا بحب إن أنا أربي الطيور عليها. يا ريت كده لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش كده علينا من اللايك. عايزين لايك كده للفيديو، واتبعوا معايا علشان اشجع ان انا يعني ان شاء الله كل يوم نصور معاكم فيديوهات جديدة سواء للبط او للفراخ. وان شاء الله في الايام الجاية في جديد كده كتير هنقدمه كده معاكم. وده طبعا كان فيديو النهاردة. حبيت ان انا اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.